مراجعة جديدة وفيلم Kingdom of the Planet of the Apes. فيلم Kingdom of the Planet of the Apes هو الفيلم الرابع في السلسلة بتاعة Planet of the Apes اللي ابتدت في 2011. الجدير بالذكر ان السلسلة دي تعتبر الريميك الثالث لسلسلة افلام Planet of the Apes اللي مبنية على سلسلة كتب صدرت في الستينات، وزي ما قلت ان فيلمنا هو الفيلم الرابع في السلسلة بعد فيلم Rise of the Planet of the Apes في 2011 ودون of the Planet of the Apes في 2014 وWar of the Planet of the Apes في 2017. يعني بمعنى اصح الفيلم ده جه بعد 7 سنين من صدور اخر جزء. الجدير بالذكر ايضا ان رغم ان الفيلم ده هو الفيلم الرابع في السلسله، لكنه مع فريق عمل جديد تماما، سواء ممثلين او مخرجين او حتى كتاب. والفيلم المره دي من بطوله فريا الان وكيفن دونراد، ومن اخراج ويس بول اللي قدم لنا سلسله افلام ميز رانر بديلا لمات ريفز اللي اخرج لنا اخر جزئين. قصه كينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس بتحكي بعد مرور اجيال كتير جدا بعد موت الملك سيزر اللي احنا شفناه في خلال الثلاث افلام اللي فاتوا، عن طريق ظهور قرد من فصيله اسمها فصيله النسور. القرد ده اسمه نوا، ويعتبر هو بطل الفيلم او البديل يعني لشخصيه سيزر، اللي من خلاله بنشوف رحله مشوقه وممتعه جدا ومليئه بالتطور والاحداث اللي تخلي الواحد ما يحسش بلحظه ملل واحده في الفيلم لو ده. جه حد سألني وقال لي هل انا محتاج اتفرج على الافلام اللي فاتت عشان افهم الفيلم ده، اقول له لا، بس في نفس الوقت هقول له حرام عليك ان انت تفوت عظمه اتعملت في 3 افلام. بص، انت هتفهم الفيلم ده، بس انت محتاج على الاقل تفهم شويه حاجات هتخلي تجربه المشاهده ليك في الفيلم ده مختلفه شويه. فنصيحتي يعني ان انت اتفرج على ال3 افلام اللي فاتوا، على الاقل ملخص، يعني مع اني ما بحبش فكره الملخصات دي. اتفرج على الافلام اللي فاتت لانها افلام ممتعه جدا وهتعجبك، وزي ما بقول لك هتفرق معاك جدا في تجربه المشاهده في الفيلم ده. وكمان انا بفكر اعمل فيديو قريب في ريفيو عن ال3 افلام اللي فاتوا دول وعن رايي. كمان في حاجه كويسه في الفيلم ده يعتبر سوفت ريبوت بس معمول بطريقه صايعه جدا. هم عايزين يعملوا عالم جديد ويكونوا شخصيات جديده بدل ال3 افلام اللي فاتت، لكن اتعملت بطريقه كويسه وربطوا فيها حاجات كتير من الاجزاء اللي فاتت. قبل ما نخش في تفاصيل الفيلم بتاعنا، تعالوا اقول لكم هي ايه التحديات اللي الفيلم ده حطها قصاده والمفروض ان هو كان يحققها. اول تحدي بالنسبه لي هو انت لما تيجي تعمل جزء رابع من سلسله افلام بيبقى مطالب ان انت تقدم جديد او قصه جديده، او بمعنى اصح قصه يكون فيها ابتكار وحاجه مختلفه عن الاجزاء القديمه اللي انت قدمتها. تاني حاجه حطها قصاده الفيلم ده تحديدا ان هو مطلوب ان هو يكون شخصيه او يكريت شخصيه جديده بديلا لشخصيه سيزر اللي احنا كلنا عشناها او حبيناها في الثلاث اجزاء اللي فاتت. التحدي الثالث ان انت المفروض تعمل كل اللي انا قلته ده، وكمان تفضل على نفس القالب او نفس الخلطه السحريه اللي انت نجحت بيها في اول 3 افلام. السؤال هنا، هل الفيلم نجح في ده ولا لا؟ الاجابه هي ان الفيلم نجح ونجح جدا كمان. وده يقودنا لاجابات الفيلم. اجابات الفيلم اللي اولها القصه، اللي انا زي ما قلت هي قصه جديده جدا وشيقه جدا، وكمان كان فيها اضافه عناصر وحيوانات تانية زي مثلا النسور، وده يعتبر مش حرق لانه ظهر في التريلر، وده انعش القصه بشكل كبير جدا عن سلسله الاجزاء اللي فاتت. تاني ايجابيه وهي الحفاظ زي ما انا قلت على الخلطه السريه لسلسله بنات اوف ذا ايبس، من تصوير عظيم جدا لسي جي اي اروع. وبالمناسبه انا من رايي سلسله بلانت اوف ذا ايبس هي احسن سلسله او احسن عمل سينمائي استغل السي جي اي او استغل تقنيه الموشن كابتشر، او حاليا بيسموها البرفورمانس كابتشر. هم سموها برفورمانس كابتشر لان دلوقتي التقنيه دي بقت بتلقط تمثيل الممثل وليس حركاته بس. وعشان كده الايجابيه اللي بعد كده هي التمثيل بتاع الممثلين. ايوه يا جماعه، القرود دي ممثلين، دي مش قرود، دي مش سي جي اي، هي بس مجرد ناس بتمثل وبيركبوها بس بالكمبيوتر في الاخر ويحولوها لشكل قرد. فتمثيل الناس دي ولا اروع، رغم ان انت لو دخلت على ام دي بي وبصيت على اسامي الممثلين تقريبا مش هتعرف ولا واحد منهم. وهنا طبعا الكريدت يروح للكاستنج دايركتور اللي اختار الممثلين دول، والمخرج نفسه في العمل اللي بيطلع من الممثل اقصى حاجه عنده. خصوصا ان كان في تحدي كبير عليهم جدا، ان احنا صعب ان احنا نشوف تمثيل حد زي اندي سيركس في دور سيزر اللي قدمه بطريقه عظيمه جدا، ودي اقل حاجه يتقال على دور سيزر اللي قدمه اندي سيركس. وكعاده افلام بلانت اوف زيبس اللي هي مش مجرد افلام بتقدم قصه وخلاص، لا، الافلام دي وراها بعد فلسفي وبعد سياسي وبعد اجتماعي، وظهرت كمان عندنا في الجزء ده اللي من خلاله بنشوف ان السلطه لما توصل لاي حد ممكن تعمل فيه ايه، حتى لو الحد ده كان قرود. عجبني كمان في الجزء ده ان الايه اتقلبت،
والقرود بقت شايفه ان البشر هم اللي اغبياء، والبشر عن طريق شخصيه معينه اتقدمت في الفيلم شايفين ان القرود هي اللي هتفضل مسيطره على الكوكب، وصعب جدا البشر يرجعوا تاني. لكن تظل الايجابيه الاكبر في الفيلم ده هي التجديد وعناصر التجديد اللي استخدموها في الفيلم، اللي اضافت حيويه كبيره جدا في الفيلم. سلبيات الفيلم بالنسبه لي مش كتير، انما اكبر سلبيه ودي حاجه هتلاحظها جدا هو اختفاء الموسيقى التصويريه تقريبا طول الفيلم. ودي حاجه احنا مش متعودين عليها في بلانيت اوف ذا ايبس، خصوصا في الجزء الثاني والجزء الثالث اللي الموسيقى كانت طاغيه جدا على الاحداث وكان ليها بصمه واضحه. لكن في الجزء ده للاسف انا مش فاكر حتى ثيم الميوزك، وتقريبا الميوزك في اغلب الاوقات ما كانتش بتشتغل غير في لحظات معينه. فدي بالنسبه لي ديس ادفانتج، لان انا كنت مستني موسيقى ملحميه زي ما احنا متعودين من السلسله دي. السلبيه الثانيه من وجهه نظري ان كان في بعض البلوت هولز في القصه بتاعتنا، لكنها كانت غير مؤثره على تسلسل الاحداث او على تجربه المشاهده بشكل عام او على متعه الفيلم. فبالتالي هي سلبيه موجوده، لكنها مش حاجه كبيره جدا. لو عايز تخش السينما وتاخد عيلتك وتتفرجوا على فيلم حلو، بيتهيألي كينجدوم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس هو احسن اختيار. فانا برشح جدا ان انت تدخل الفيلم ده في السينما لانه هيعجبك جدا. تقييمي لفيلم كينجدوم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس هو 8.5 من 10. اخيرا قبل ما اقفل، واضح ان احنا هنكمل ايرا جديده في سلسله بلانيت اوف ذا ايبس، وفي جزء خامس من السلسله، ولو زي ما انا فهمت واضح ان الجزء الخامس ده بيبني الحاجه هتبقى جديده تماما ما شفناهاش قبل كده. فهل تحب تشوف جزء خامس ولا كفايه كده؟ سؤالي التاني لحضراتكم، مين عجبك اكتر، شخصيه سيزر ولا شخصيه نوح؟ لو عجبتك الحلقه يا ريت ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب. اقل حاجه تعملها لي ان انت تعمل لي سبسكرايب، وكمان لو حابب تدعمني اكتر انا مفعل خاصيه زرار الثانكس، ويا ريت تعمل فولو على الانستجرام، وان شاء الله استنى فيه مفاجاه كبيره كده بعملها انا وشويه ناس، مش هقول لك اكتر من كده. Of an actor's performance. You can be blinded by the technology, you can find yourself weighed down by it. And I think Andy brings a spirit and an understanding and a simplicity. He's able to push the technology to one side and think about it in terms of just a real live action performance. This film is not possible without the work of Andy Serkis. You have to trust me. I'm gonna get you out of here. Everybody's seen chimpanzees, everybody's seen orangutans. We know how they're supposed to look. So I think the bar in terms of needing to make photorealistic characters is really high. So we had to go to the best people in the business to do visual effects in this movie. Weta had the experience from Kong, Avatar, and Lord of the Rings. One of the improvements in motion capture since Avatar really have to do with detail and the type of imagery that they're getting out of the cameras. Gives us more facial information. And that subtle